بسم الله الرحمن الرحيم. بما ان الفيديو اللي فات ما عجبش ناس كتير، انا قررت ان انا اكمل في نفس السلسله واعمل كمان ملخصات كتب تانية. فقبل بس ما ابدا الفيديو عايزك تعمل لي لايك، يعني ان شاء الله الفيديو يعجبك وتعمل لي لايك. طيب لو ما عجبك، يعني لو عملت لايك والفيديو خلص وما عجبكش، خلاص يعني انت ما دفعش فلوس، هو لايك ببلاش، وانت يعني انت مستخسره فيا ليه؟ تعمل لايك يعني. تمام. الكتاب بتاع المره دي هو كتاب مسلكيات للشيخ ابراهيم السكراني، اهو ادي كتاب. طبعا يعني كتاب مسلكيات هو من الكتب اللي انا فعلا بحبها للشيخ ابراهيم. انا بحب كتابات الشيخ ابراهيم السكراني عموما، يعني ربنا يفرج كربه. كان المقرب لقلبي كتاب الماجريات، ولكن وجدت ان كتاب المسلكيات هو بصراحه يعني دسم كده ورائع، يعني من الكتب اللي كمان لا تقرا مره وتنتهي، وانما يعاد تكرارها. وغير مفاهيمي عن اشياء، والله فعلا يعني حتى طريقه القراءه اللي انا حاليا بدات اغيرها، انا استلهمتها من كتاب مسلكيات، يعني مش بنفس الطريقه ولكن انا استلهمتها منه. وغير مفهومي عن القراءه القديم ان انا كل كتاب لازم خلينا ندخل في تفاصيل الكتاب عشان ما اطولش عليكم. الكتاب باختصار عباره عن مقالات مجمعه، يعني كل هو عباره عن مقالات منفصله عن بعض، ولكن انا بشكل ما وجدت ترابط. هو الكتاب على قسمين، القسم الاول يهتم بالجانب العملي بالفعل، الاعمال، والقسم الثاني يهتم بالجانب التزكوي اكتر. القسم الاول انا بشكل ما بحثت عن الرابط، ما لقيتش رابط ما بين المقالات، يعني ما حدش اتكلم عن ربط، ولكن انا بشكل ما وجدت ربط جيد جدا ما بين المقالات، فبصراحه جدا عجبني فكره الربط اللي هو حطه. المقال الاول بيتكلم، كان عنوانه جسر التعب، وهو بيتكلم فيه عن فكره انه الانسان، يعني فكره الافكار والمهام والاشياء اللي احنا دايما باستمرار بنحطها في المذكرات والمفكرات بتاعتنا، ان انا هعمل الاعمال الفلانيه والمهام الفلانيه والخطط اللي دائما لا تستكمل ولا نبدا فيها اصلا. فنحن يعني جميعا بلا استثناء نضع خطط قيد التنفيذ، ولكنها تصبح قيد التنفيذ، يعني لا نتحرك من مكانها. هي تصبح بعد سنه، بعد سنتين، بعد 5 سنوات نفس الخطط ما زالت قيد التنفيذ. دائما ما يعني لا نبدا ان احنا ناخد اول خطوه حتى. فالمقال الثاني كمان بدا ان هو يتكلم عن يعالج نفس المشكله، بعيد عن نفس المشكله، ولكن فكره ازمه المترقب، انه دائما ما نترقب. لا يعني هو الخطه انا وضعتها بالفعل، هخلص ثانويه عامه بس والدوشه بتاعت ثانويه عامه وابدا فيها. في الكليه لا، الكليه بقى والضغط ومشاريع التخرج وبتاع، اخلص كليه وابدا. بعد ما اخلص كليه الشغل بقى، اتجوز وشغاليات الحياه اكتفي بيها، وبعد كده ابدا، وهكذا حتى يجد ان العمر ضاع منه. فياتي بعد ذلك المقال الاخر، وازمه العجز او العجز، الباس العجز جبه الحكمه، انه الانسان يبدا يصور العجز بتاعه في مثاليه الحكمه، انه من الحكمه عدم فعل كذا او عدم صنع كذا. فمثلا يعني من اهم بنود او شروط طلب العلم هو الحفظ، ان انت تبدا تحفظ هذه العلوم. انما العلم ما حفظ وليس ما كتب. فياتي الشخص عديم الذي لا يستطيع الحفظ مثلا يبدا يقول لك والله مش شرط، انتوا بتحفظوا بدون فهم. هو مين اللي قالك انه يعني يجي يقول لك ايه الفكره بانك تحفظ بلا فهم؟ هو مين قالك ان اللي بيحفظ ده مش فاهم؟ بالعكس، هو اللي بيحفظ هو اكتر انسان فاهم بطبيعه الشيء ده. ودي من المفاهيم او من المغالطات المنطقيه للاسف اللي كثيرا ما يتم تكرارها. بعد كده فكره ياتي مقال القراءه التجريديه، وده اكتر مقال اثر فيا انا شخصيا وحببته. فالقراءه الجريديه بيتكلم عن فكره انك يعني لازم يكون عندك مهاره في انتقاء الكتب، وفكره انك لما تمسك كتاب تحاول ان انت تجرده قراءه جرديه بسرعه في 5 دقائق او 10 دقائق. بعد كده ياتي المقال الاخير في القسم الاول، وهو فن التصنيف التحصيلي، وهو مبني على ان انت لا تنتظر نهايه طلب العلم حتى تبدا في تحصيل العلم، ولكن ابدا مبكرا. يعني مجرد ما تتعلم، او اجعل قراءتك للعلم وتحصيلك للعلم هو في الاساس تصنيف. يعني ايضا من طرق التعلم او طرق القراءه البحثيه او البحث اللي انا يعني استلهمتها من المقال ده برضو، انك فكره مثلا انك تختار مواضيع محدده او موضوع حقل معرفي معين، فتبدا ان انت تقرا في الحقل المعرفي ده، ولكن ما تخليش قراءتك سلبيه غير منتجه. اقرا في الحقل المعرفي ده وابدا جمع المسودات والافكار، الملحوظات والافكار اللي انت بتاخدها، ابدا حولها لمنتج فعلي، حولها لكتاب، حولها لمقالات، حولها لبودكاست، فيديوهات. المهم ان انت يكون عندك نوع من
الاصدار المعرفي او الانتاج المعرفي، علشان لا يصبح الحقل المعرفي عندنا او الحقول المعرفيه في الوطن العربي يعني يعني ضخم، لا يوجد فيها اي كتب او تحديثات. كمان يعني كان استلهم مثال الامام النووي. الامام النووي عنده يعني غزاره انتاج غير عاديه، والكتب بتاعته يعني الكتاب الواحد يحتاج الى تحقيق ودراسه وسنوات من الجهد والتعلم، ومع ذلك الامام النووي فترة طلبه للعلم ودراسته وتعلم العلوم وتدريس العلوم وإنتاج المعرفة قصير، يعني 26 سنة. الراجل بدأ يدرس، بدأ طلب العلوم وعنده 19 سنة ومات عنده 46 سنة. ف يعني امتى وجد في المرحلة القصيرة دي من عمره غزارة الإنتاج ده؟ فهو الكتاب يعني بيجاوب على هذه التساؤل. أنا مش حابب إن أنا أجاوب على التساؤل ده علشان ما أكسرش، ما يعني ما عشان اللي حابب يقرأ الكتاب يعني يجد متعة في الموضوع وما بقاش حركة الكتاب عليه. طيب القسم الثاني هو بيهتم بالجانب التسكوي، فبدأ في الأول خالص بفكرة إنه لقاء العظيمين، وده مقال عجبني جدا. هو استلهم ماذا يعني لو أكبر شخصيتين في العالم الإسلامي النهارده اجتمعوا، إيه هي مواضيع الأطروحات الفكرية اللي ممكن يتكلموا فيها؟ فالراجل يعني طبعا هو جاب في الفعل شخصيتين عظيمتين والتقوا بالفعل على مدار التاريخ الإسلامي، هم أعظم شخصيتين في البشرية، وهما إبراهيم عليه السلام وسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الشخصيتين دول عندما التقوا في السماء السابعة، ما هي القضية بتاعتهم أو إيه أهم الكلام اللي اتكلموا فيه؟ الذكر. يعني سيدنا إبراهيم الحديث أنا لا أحفظه جيدا، اللي هو بيقول يا محمد أبلغ أمتك مني السلام. سيدنا إبراهيم بيقول كده، وأن الجنة طيبة أرضها طيبة وغراسها. يعني انا فاكر فكره اخر جمله فيه وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. فسيدنا ابراهيم لما اجتمع مع سيدنا محمد كان ايه مدار او يعني مفاد او ايه الامر المركزي اللي تحدثوا فيه؟ الذكر. وده فكره النجاح او فكره الفرق ما بين النجاح بالنظره النبويه او المنظور النبوي، وفرق بين النجاح بالمنظور المادي بتاعنا النهارده. مين النهارده متخيل ان الذكر هي قضيه مركزيه في حياه المسلم او في حياتنا اصلا؟ للاسف دي مفاهيم غايبه عننا. فده المقال ده كان جدا عظيم. ياتي يعني خلفه المقام اللي وراه على طول، المقال اللي وراه على طول كان بيتكلم عن فكره الاضطراب في الصلاه، وده مقال طويل جدا يعني، ودي اهميه الصلاه في حياه المسلم. كان بيتكلم عن ان قضيه الصلاه في حياه العلماء المسلمين جميعهم كانت هي قضيه مركزيه في الاساس، يعني قضيه لا يتم التهاون فيها، وللاسف احنا متهاونين فيها كثيرا. ففكره عدم الاضطراب في الصلاه وعدم السكون وعدم الراحه كان بيتكلم عن المقال ده بشكل جيد جدا، ووضحها يعني ايه، تكلم عنها باستفاضه. المقال اللي بعده على طول هو واخفض لهما جناح الذل. يعني بيتكلم عن الابوين، وبدا يفسر يعني ايه جناح اصلا، ويعني ايه ذل اصلا، وليه احنا المفروض ان احنا يعني اتكلم عن كل الاشكاليات اللي ممكن تواجهنا في فكره بر الوالدين. ياتي بقى المقال الاخير واللي اتكلم فيه عن المجرات سلالم اليقين، وانه ازاي الافلاك في الاساس تعد، انما الافلاك او علم الفلك او النظر للاجرام السماويه شيء يعزز اليقين والايمان بالله عز وجل. المقال كان جيد لان هو وضح برضه ان مشكلتنا في العالم الاسلامي ونظرتنا واهتمامنا بالعلوم الانسانيه والعلوم الانسانيه، والبعد تماما عن العلوم الطبيعيه او التطبيقيه زي الرياضيات والفيزياء والكيمياء. احنا فعلا بالفعل في الوطن العربي مشكلتنا ان احنا مهتمين بانسنه او تقريب العلوم الانسانيه، وغير يعني ما عندناش اي غزاره انتاج في العلوم التطبيقيه. طبعا هو وضع اسباب لده، ولكن برضه بيدعو ان احنا نبدا نهتم بالجانب ده من العلوم. الكتاب يعني فعلا رائع وانا بحبه جدا، الكتاب للشيخ ابراهيم الاستقران. فاتمنى يعني انه اي حد يشوف الفيديو، لو حد شاف الفيديو للاخر، انه فعلا يقرا الكتاب. كمان لو انت حابب ان انت تحصل على مسوده للكتاب، لو انت ما عندكش وقت تقراه كامل، في قناه التليجرام هسيب وصفها لينكها في وصف الفيديو. سايب المراجعه بتاعتي للكتاب، وكمان النسخه للكتاب PDF والمسوده اللي انا عملتها بعد قراءه الكتاب. والسلام عليكم.